بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخير عليكم أو صباح الخير حسب تشوف الفيديو. يا أغلى متابعين، ولو أول مرة تشاهدوا قناتي ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وفعلوا زر الجرس يوصلكم منه كل جديد. تعملين لنا ايه يا أحمد النهارده؟ والله العظيم كده بصوا هعمل لكم شوية ممبار عسل يستاهلوا بقكم، حاجة كده لوز. بصوا كده، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول كده ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده معايا كيلو ممبار متنضف كويس جدا، بسم الله ما شاء الله. شايفين شمع ابيض، انا منضفاه على ايدي، وهنزل لكم فيديو تنظيف الممبار هحطه لكم في صندوق الوصف، تمام؟ بطريقه سهله وحلوه قوي ما شاء الله. تنضفي 10 كيلو في ثواني. طيب معانا ايه تاني بقى؟ معايا كميه بصل حلوه كده، حوالي 3 4 بصلات كبار، ومع 3 4 قرون فلفل اخضر كده مع قرون سبايسي، وكمان طماطمتين 3 متقطعين مكعبات صغيرين كده، وده مهم جدا. معايا بقدونس وكزبره وشبت، وكمان طماطم مفرومه او معصوره للمحشي. طب البهارات بقى اللي هستخدمها ايه؟ معايا ملح، كمون، معايا معلقتين كبار كده من بهارات المحشي، ومعلقه كبيره من الفلفل الاسود. وهنا معايا الكميه اللي انا هستخدمها كده الرز. ايه بصوا، الممبار مثلا كيلو ونص ممبار، هاخد لهم كده من كيلو الا ربع الكيلو رز، لان الممبار ما بتكبس. طيب عملنا ايه؟ حطينا طاسه كده او صينيه على النار فيها معلقتين زيت حلوين، هنزل عليهم كده بشويه بصل صغيرين، وهديلهم بس اللون السفاري كده بس، فاهمين؟ هشوحهم بس في الزيت كده لما يسخن، حاجه كده يعني سفاري، مش هحمرهم قوي، تمام؟ وهنزل عليهم بالطماطم المفرومه بتاعتي اللي مش متصفيه. خدي بالك كده، الطماطم بتاعتي المحشي عامه انا مش بصفيها وبضربها نص ضربه. بحب كده الطماطم يكون فيها قطع كده شويه، تمام؟ وحطيناها، ولما استبكت خالص ولقيت ان الزيت فصل كده عن التسبيكه، خلاص اعرف انها استوت، تمام؟ طيب بعد ما استوت مني هنزل بقى بباقي الخضار اللي معايا، البصل والفلفل والطماطم المكعبات. بجد جربوا الطريقه دي، جميله جدا جدا جدا، حلوه قوي وبتفرق في الطعم ما شاء الله. والله العظيم كانوا شويه ممبار لوز بجد والله العظيم. خلاص انا الرز غسلته، طبعا احنا عارفين كلنا ان احنا بنغسل الرز ما بيتنقعش خالص بتاع المحاشي، يا دوبك بتغسلي على طول وتصفي وانزلي. طب انت ما حطيتيش كميه الرز كلها ليه يا ام احمد؟ انا سبت شويه كده عشان اشوف برضو الايه الوضع معايا ايه، يعني هحتاجهم ولا لا. بس الحمد لله انا احتاجتهم وحطيتهم على فكره يا جماعه. هتشوفوا دلوقتي اي والله. قلبت كله مع بعضه، ونزلت الاول بقى بالتوابل. بص اهم حاجه بهارات المحشي دي بتجيبها من عند العطار كده، خلطه جاهزه حلوه قوي. بص بتوضي المحاشي بتاعتك والممبار بتاعك في حته تانية خالص. اه اي والله العظيم. وهنزل بقى بالخضار بتاعي اللي هو خضار المحشي ده. انا بحب استخدم الثلاث انواع، شبت، كزبره، بقدونس. باخد حزمه 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 كده، وبنضفها وبقطعها وبحطها في الاخر. طب ليه حطيتها في الاخر كده؟ عشان احنا عارفين طبعا، وقلت لكم كتير اكتر من مره، ان في المحشي يا جماعه الخضره لو اتحطت قبل الطماطم وكده بتاكل لون الطماطم، تمام؟ على فكره الكاميرا هنا ظلمه الخلطه بتاعت المحشي بتاعتي خالص، والله العظيم ظلمها جدا ما شاء الله. ده هي حمرا قوي قوي بالصلاه على النبي، والطماطم كتير ما شاء الله زي الفل. طب انت بتعملي ايه يا ست تاني كده؟ طيب انا هعمل ممبار يا جماعه، والممبار ده بيبقى طبعا احنا عارفين ان هو من الحاجات يعني ايه اللي بتقول عليها حاجه بسيطه كده. فانا شلت كميه رز. ليه شلت كميه الرز دي؟ عشان ممكن ما هستخدمهاش، ممكن تفيض مني، فلما تفيض مني تبقى نظيفه، ابقى اسويهم بقى جنب شويه سمك كده ولا حاجه. طبعا الرز بالخلطه كده جنب السمك بيبقى تحفه، تمام؟ طب يلا نحشي. انت بتحشي ايه؟ والممبار بتاعك ماله طويل كده ليه؟ كل ده صباع ممبار يا ام كل ده صابع ممبار؟ لا ابدا والله العظيم. بس خليكم معايا وتابعوني وحط اللايك الاول عشان تعرفوا كده انا عملت ايه. انا مش بقطع الممبار بتاعي صوابع صغيره زي ما احنا متفقين والناس كلها عارفه. شايفين انا قطعت الكيلو ونص كده حوالي 5 6 شرايط زي ده كبيره كده. ليه بقى يا ستي؟ ليه كل ده بالظبط؟ لا هقول لكم هعمل ايه. انا بقى هنا معايا ايه، بكره خيط، قطعت منها شويه محترمين كده جنبي في الطبق هناك اهو، خدوا بالكم كده. طيب اول حاجه اهو، بصوا بقى اول حاجه قبل ما اقول لكم هنعمل ايه، انت لما تيجي تحشي الممبار ما تكبسهوش خالص، عبي كده واسحبي بايديكي، عبي واسحبي بايديكي وبططي كده، بططي على صباع الممبار، خليه نايم مبطط زي ما انت شايفه كده. ليه؟ عشان لما يجي يستوي ما يتفجرش مننا.
طب انت عملتي ايه دلوقتي؟ انا جبت بقى الفتل بتاعتي اللي انا مقطعاها في الطبق هناك، خدوا بالكم كده على الشمال هناك. بعمل بقى في الشريط بتاعي كل 10 سم كده باخد عقده، كل 10 سم باخد عقده. انا مش بقيس بالمسطره والله يا جماعه، دي حاجه بالويم كده وبالنظر اهو. بصوا انا لقيت الموضوع بقى هياخد وقت مني ومش هقدر اقف كتير، لا ده انا خدت بعض ورحت قعدت وخلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. بعمل الشريط كله وكل 10 سم باخد عقده، كل 10 سم باخد عقده. بتبص بقى في الاخر تلاقي الممبار بتاعك حاجه تحفه. طيب هنا بقى عندي ميه مغليه على النار، هحط فيها بصلتين، طماطمتين، ورقتين لوري، مع حته قرفه خشب حلوه كده محترمه. وهبدا بقى انزل بالعقود بتاعتي. شايفين الممبار بتاعي عملته شكل عقد كده. طيب انا جنبي هنا معرفش هي ما ظهرتش ليه معايا في الفيديو، ان انا جنبي معايا صينيه فيها ميه، بمسك كده العقد ده بايديا الاتنين وبغطسه كده في الميه. ليه بتغطسيه في الميه؟ عشان لو عليه حب رز من الخارج كده من بره ينزل مني خالص، ويبقى الممبار بتاعي زي ما انتم شايفينه بالجمال ده كده، معلش اي حبات رز. والشوربه بتاعته بتيجي ما شاء الله زي الفل، لا معجنه ولا فيها رز ولا الكلام ده نهائي ابدا. شايفين الجمال؟ شفتوا؟ عشان قلت لكم ان الكاميرا ظالمه اصلا خلطه الرز. شفتوا اصلا مجرد الممبار ما اتحط بقت ميه لونها عامل ازاي، او الشوربه بتاعت الممبار ما شاء الله. ما خدش وقت خالص، حوالي ساعه الا ربع كده على النار. تعرفي بقى ازاي ان هو استوي يا ست ام احمد؟ انا بعرف بقى للناس اللي ما بتعرفش الممبار ازاي استوي، طريقه الربط الفتل دي. اول ما باجي ارفع كده والفتل تفك من بعضها بعرف الممبار بتاعي استوى. الممبار بتاعي ايه ما شاء الله زي الفل ازاي اهو، فك كده من بعضه خلاص استوى بقى زي الفل. وصلتوا معايا لغايه هنا؟ حطوا اللايك بقى بالله عليكم. طب انت بتعملي ايه؟ انا مش هحمر الممبار في الزيت خالص على النار واقعد افرقع بقى شمال ويمين وبهدل الدنيا بقى والكلام ده خالص. امال عملت ايه؟ عملت شويه صلصه كده حلوين، فص توم حلو كده يا دوبك صفرته، حطيت عليه طماطمتين مفرومين كده مع شويه فلفل اسود وملح ومعلقتين خل وحاجه بقى ما اقولكيش. وحطيت بقى كده على الممبار وقلبته كله في بعضه، دهنته كده واديته رشه زيت زي ما انتم شايفين، وعلى الفرن على طول يا عسل انت وهي. اقسم بالله شويه ممبار يستاهل بقكم. بيستاهل ولا لا يا جماعه بالله عليكم؟ شفتوا حمرنا كده شويه الممبار كده زي الفل. الصلصه دي زي اللي بنعملها للكوارع برضو، وبتعملي بيها الكوارع كده وندخلها الفرن، دي زيها بالظبط زي ما قلت لك كده. وحمرناهم وكده الممبار بتاعنا كان بالشكل ده. حمام يا جماعه والله العظيم، اللي يشوفوا كده يقول حمام ولا مش حمام، حاجه كده بالصلاه على النبي. اتنسف نسف. وفي اليوم ده كان عندي زميل ابني ما شاء الله بقول ايه ده، ايه الجمال ده يا طنط، بجد بجد والله العظيم تسلم ايدك. قلت له بالف هنا وشفا حبيبي والله. شويه ممبار جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. بصوا يعني يعني عشان بقول لك ايه، يعني ادي كل طاقتك في الحاجه اللي انت بتعملها. يعني خشي مطبخك واعملي الحاجه كده وانت مبسوطه وسعيده كده وفرحانه، يعني اديلها حب تطلع لك برضو جميله قوي وتخليكي تاكليها زي الفل، واللي ياكلها يتبسط جدا. اعملوا بقى الفيديو، اعملوا فيديو ايه اعملوا بقى الممبار بتاعكم بالطريقه دي. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده وكنت عند حسن ظنكم. لاحلى واغلى متابعين عيون او حبايب ام احمد برضه، ما تنسوش اللايك بالله عليكم، وقولوا لي بقى من اي بلد بتتابعوني، والسلام عليكم.